ابيسود جديدة من انسايد اوت توكس، وكالعادة بنحب نتكلم في اي توبكس بيشغل بالكم او بتدوروا عليه من السوشيال ميديا، اكيد هتلاقوه هنا. ولكن معانا دايما بيكون في دكاترة متخصصين. خلينا نتكلم اكتر كده عن ازمة كبيرة بتواجه الشباب كلها، وهي حب الشباب اللي تقريبا ممكن يكون قصة رعب بالنسبة للمراهقين. فخليني ارحب بدكتور منورني دلوقتي، دكتور عادل حسن عبد النور. اهلا وسهلا يا فندم. سلام. منور. خلينا نتكلم مع حضرتك كده عن حب الشباب. وممكن حب الشباب يجي لناس وهم سنهم كبير. ايه اللي ممكن يخلي حد سنه كبير وعدى مرحلة المراهقة يجي له حب شباب؟ ليه أسباب كتير. ممكن أسباب هرمونية، يعني مثلا تبقى في مثلا تكيسات في المبايض، في مشاكل أحيانا في الغدة اللي هي فوق الكلى. ممكن من الميك اب الكتير واستعمال حاجات خلطات فيها كورتيزون. ففي أسباب كتير. اوكي، يعني ممكن لو حد سنه كبير يتعرض لده لو عنده مشكلة معينة او سبب. هو احنا في السن ده دايما لما يجي حد فوق ال30 حب شباب متأخر، لازم ندور على أسباب. اوكي. نعمل سونار مثلا، في تكيسات في المبايض، في حاجات فوق الكلى، في بعض الهرمونات، غدة درقية فيها مشاكل. بنسأله أسئلة. خاملة ولا النشطة ممكن تعمل المشاكل؟ لا، بتبقى غالبا اللي هي الغدة النشطة. اوكي. طيب خلينا نتكلم بقى عن الشباب الصغير اللي بيتعرض لحب الشباب وهو لسه سنه صغير قوي، يعني لسه ما وصلش لمرحلة المراهقة. بنشوف يعني بتجيل العيادة الناس عندها 9 سنين وفي بداية حب شباب. اوكي. دي بتبقى يعني عوامل جينيتكس وراثية يعني. طب ايه العلاج، ايه اللي بنعمله علشان بنتعامل معاهم على عليه؟ حسب السن. اوكي. يعني بداية بنبتدي معاهم حاجات بسيطة مش زي الكبير. يعني ما اقدرش ادي في سن صغير كده ايزوتروتونين. الايزوتروتونين ده اللي هو الحديث ده بنبتدي مثلا 13 سنة 14 سنة. لكن بدي كلينزر، في منظف للبشرة، بدي يعني مراهم وجل وكلام زي كده، حاجات موضعية. ببعده من بعض الأكلات، وخاصة الحاجات اللي هي المشهورة زي الشوكولاتة. منتجات الألبان والألبان الكتيرة برضو بتزود. تعرض للشمس الكتير برضو، في ناس بتحط كريمات موضعية بتزود المشكلة دي، فنحاول نتفاداها يعني. طيب هل ممكن لو حد سنه صغير وبدأ يطلع له حب شباب نعمل له تقشير مثلا، او نخليه يعمل اي اجراء تجميلي يخفف الموضوع؟ في بعض الحاجات في تقشير بسيط وبنعمل له. يعني ممكن نلجأ لحاجه زي كده. انا بشكرك جدا يا دكتور، شكرا ليك والانفورميشنز بتاعتك، نورتنا النهارده. ربنا يخليك. واتمنى الناس تكون استفادت من موضوع حب الشباب. شكرا جزيلا.